أسعد الله مساءكم بكل خير. تحية طيبة لكل المشاهدين. أما بعد، بصراحة أنا اليوم سعيد جدا. أنا اليوم فخور بالشعب الجزائري. يعني يسمحوا لي، خلال أكثر من 2 أو 3 سنوات وأنا دائما نقول القاشي الراشي والشعب الراشي والهيشر وكذا وكذا، لكن ظهر أنه هذا الشعب هو بالفعل شعب عظيم، يستحق التحية والإكرام. ويعني معليش مرة على مرة نقولوا قاشي راشي وهيشر، معليش تقبلوها منا، لكن اليوم بالفعل أثبت الشعب الجزائري على مستوى الوطن، وليس فقط في بعض الولايات، ليس فقط في العاصمة ولا في بلاد القبائل ولا في الشرق الجزائري ولا في الغرب الجزائري، بل على مستوى كل التراب الوطني. أثبت الشعب الجزائري أنه بالفعل هو شعب عظيم عندما يريد أن يكون شعب عظيم، وهو قاشي راشي هيشر عندما يركبه الذل والمهانة ويقبل بسياسة الأمر الواقع. أعتقد أن رسالة اليوم كانت رسالة قوية للداخل والخارج. أنا كجزائري مقيم في الخارج أنا فخور جدا بما حدث اليوم في الجزائر، بالرغم من بعض التجاوزات. أنا بالأمس طالبت من الشباب الجزائري عدم الاقتراب من المقرات الحكومية الرسمية، لا من المجلس الشعبي الوطني ولا من مقر الحكومة ولا من مقر رئاسة الجمهورية. قلت أنه يكفي أن ينظم الشباب مسيرات سلمية في الشوارع يعني الرئيسية في العاصمة، من ساحة أول ماي إلى ساحة شهداء، مرورا بالبريد المركزي لا جرون بوست، مرورا بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، دون الاقتراب من أي مؤسسة رسمية، لا مديرية الأمن الوطني ولا المجلس الشعبي ولا المجلس الأمة ولا قصر الحكومة ولا قصر الرئاسة. كانت المسيرة ناجحة 100%. بعض الشباب، ممكن نقول المندفعين المتهورين أو بعض المشوشين، لما شافوا أن المسيرة نجحت إلى غاية ساحة شهداء وما صرا والو، ما عجبهمش الحال. هيا والله نطلعوا للجولف، هيا نطلعوا رئاسة الجمهورية، يعني اقتحموا رئاسة الجمهورية. هذا أمر غير مقبول. طبعا الشرطة كانت لهم بالمرصاد، اعترضتهم قبل، يعني كما لوتيل سان جورج، يعني قريب الشارع الشهداء، قريب الإذاعة والتلفزيون. طبعا الإذاعة والتلفزيون من بين الهيئات الحساسة والمهمة في الدولة الجزائرية وفي أي دولة بالعالم. أي انقلاب، أي انفلات يمر عبر الإذاعة والتلفزيون. إذا مصالح الأمن كانت تحرس الهيئات الرسمية بما فيها الإذاعة والتلفزيون. لما وصلوا الشباب لهذه المنطقة، طبعا كان لابد من تدخل مصالح الأمن حتى تمنع الشباب من الاقتراب من المؤسسات الرسمية العمومية، وخاصة رئاسة الجمهورية، لأنهم الشباب كانوا طالعين المرادية الجولف للرئاسة. إذن يعني بصراحة لازمنا نقولوا أنه هناك بعض الشباب اللي حرفوا المسيرات. في باقي الولايات مثل ما لاحظنا ومثل ما تلاحظوا بعد قليل لم يحدث شيء. كانت الأمور تمام التمام، كانت الأمور يعني تمشي بروعة. راكم تشوفوا في الفيديوهات الآن كانت الأمور تمشي، راكم تشوفوا يعني الآن. هذه في كثير من الولايات، هذه في العاصمة وفي غيرها من الولايات، كاين من الشرق الجزائري، كاين من الغرب، كاين من الوسط، كاين حتى من ورقلة من الجنوب. وصلوا يعني فيديوهات وصور من ورقلة. أعتذر للإخوة والأخوات اللي راسلوني ورسلوا لي كثير من الفيديوهات ما قدرناش ننزلوهم. طبعا من الصعب أنك تنزل يعني حوالي 100 ولا 150 فيديو. نزلت اللي قدرت ننزلهم، و يعني ما نقدروش ننزلوا كل شيء. قلت أنه المسيرات كانت ناجحة إلى أبعد الحدود، وكانت منظمة بشكل دقيق جدا. الحمد لله لم يحدث أي تجاوز في باقي الولايات، فقط في العاصمة بعض التجاوزات أو بعض المناوشات اللي صارت، طلقوا عليهم الغازات المسيلة للدموع والخراطيم الماء، يعني ضربوهم بالماء وضربوهم يعني بالغازات المسيلة للدموع باش يفرقوهم. يعني الغرض من وراء العملية هو تفريق الجماهير، وليس
يعني إيذائهم ولا ضرر بهم، لا ما نظنش، لا بالعكس، لأنهم لو كان يعني يطلقوا كشما رصاص مطاطي ولا رصاص حي نقولوا باللي كاين نية مبيتة لضر المواطنين، لكن الآن لا، شفنا بصراحة أنه كانت صور حضارية جدا، وكانت يعني منظمة، وكانت يعني كانت بشكل حضاري وسلمي رفيع جدا. الآن أثبت الشعب الجزائري أنه بالفعل شعب عظيم، والآن الكرة في مرمى السلطة. بالفعل الآن الكرة في مرمى السلطة، وخاصة في مرمى المؤسسة العسكرية. الآن أثبت الشعب الجزائري أنه يرفض رفضا تاما وبكل الطرق السلمية والحضارية والقانونية والدستورية، يرفض عهدة خامسة لرئيس غير موجود أصلا. الآن على السلطة، خاصة الضامن الأساسي المؤسسة العسكرية، عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم. المعلومات اللي عندي أنه الآن فيه لقاءات ماراثونية في كثير من المقرات، في مقر الحكومة، في مقر الرئاسة من قبل مستشاري الرئيس لأن الرئيس غايب مثل ما قلت، في مقر وزارة الدفاع قيادة الأركان، ونظن غدا صباحا الساعة 10 تقريبا حسب المعلومات اللي وصلتني، هناك اجتماع طارئ لقيادة الأركان، يعني قادة النواحي العسكرية وقادة القوات البرية والجوية والبحرية طبعا، وكل القوات، بالإضافة إلى مديري المصالح الأمنية المخابرات. في اجتماع طارئ لمناقشة الوضع الذي آلت إليه البلاد ونتائج هذه المسيرات الشعبية الرافضة، والتي كانت مسيرات سلمية بامتياز. الحمد لله الشعب الجزائري برهن للداخل والخارج أنه شعب عظيم متحضر سلمي، وفوت الفرصة على الحاقدين المشوشين المغرضين الذين أرادوا أن يستغلوا الفرصة ويركبوا الموجة ويدخلون البلاد في فوضى لها أول وليس لها آخر. مسيرة اليوم هي صفعة قوية للذين كانوا يشككون في نية وفي صدق الجزائريين في الداخل وفي الخارج، الذين كانوا يقولون أن هناك أيادي خارجية، وهناك الموساد والصهيونية العالمية والخرطولوجية والخرشف والكابوية لتنظيم هذه المسيرات. هذا أمر غير مقبول وغير موجود ولا أساس له من الصحة. اليوم اللي خرجهم الشعب الجزائري في كل ولايات الوطن أو في معظم ولايات الوطن بشكل سلمي، لا موساد، لا صهيونية، لا أيادي خارجية، لا حتى واحد. ما كانش حتى رشيد نكاز اللي كانوا يتهموا فيه، وانا مش ندافع عليه، اليوم راهو في اليكونت، يعني باش ما يقولوش هو رشيد نكاز كان في المسيرات، اليوم كان في اليكونت. ممكن حسب المعلومات اللي عندي وحسب الصور اللي وصلتني، المترشح الوحيد الذي حضر هذه المسيرات في العاصمة أو في غيرها هو رجل الأعمال بوفراج. وصلتني بعض الصور أنه بوفراج كان حاضر في المسيرات في العاصمة، عكس المترشحين الآخرين ورؤساء الأحزاب اللي ما شفناش صور لحد الآن. أنا ما شفتش، ممكن كانوا موجودين لكن أنا ما شفتش. الصور الوحيدة التي وصلتني هي صور المترشح الحر بوفراج، الحاج بوفراج. المسيرات مثل ما قلت كانت في قمة الحضارة والسلمية والرقي، ورايحين تشوفوا بعض الصور الآن أو بعض الفيديوهات اللي بصراحة تشرف الشعب الجزائري وتشرفنا نحن في الخارج، لأنه في نهاية المسيرة هناك بعض الشباب اللي قاموا بتنظيف الساحات وقاموا يعني بعمل حضاري يسجل في التاريخ أنهم قاموا بتنظيف المكان اللي كانوا فيه، بالرغم من أنه ما كانش كاين وسخ، لكن كان هناك حملة لتنظيف المكان. رايحين تشوفوا الفيديو في يعني الآن بعد شوية أو مع الفيديوهات هذه. قلت أنه الآن الرسالة وصلت إلى صناع القرار، وأعتقد أنه في الساعات القادمة ستتخذ السلطة
قرارات مهمة تصب في مصلحة البلاد والعباد. إذا تعنتت السلطة واعتبرت أن الذي حدث اليوم هو لا حدث وغير مجدي، تأكدوا أن الأمر سينقلب إلى ضده، يعني سينقلب على عقبه وتصبح الأمور في قمة الخطورة، لأن الشباب اللي خرجوا اليوم أصبحت عندهم ثقة في أنفسهم، أصبحت عندهم شجاعة، أصبحت عندهم إقدام على تنظيم مسيرات في قادم الأيام. راح ننتظروا خلال 48 ساعة إلى غاية يوم الأحد، إلى غاية 24. في حال ما لم تتخذ الحكومة، لم تتخذ السلطة أي إجراء يعني يصب في مصلحة البلاد والعباد، أنا نأكد لكم أنه سيخرج الشباب يوم 24 يوم الأحد، وسيخرجون في الأسبوع القادم، وسيخرجون في الأسبوع اللي بعده، وسيخرج الشباب تقريبا كل يوم. الحركة التي قادها الشباب اليوم في معظم الولايات ستتكرر بشكل أكبر، لأن المسيرات اللي ظهرت في العاصمة بدأت ب10 من الناس، ثم أصبحت بالآلاف، وصلت إلى ممكن إلى 10,000. من 10 أشخاص أصبحت 10,000، بالرغم من التشديد الأمني والمضايقات ومن توقيف بعض النشطاء السياسيين اللي وقفوهم في الصباح الباكر. كاين اللي وقفوهم على 8 على 9 على 10، وقفوهم قبل المسيرة، لكن المسيرة خرجت. الناس اللي كانوا يتخوفوا يقول لك الإسلاميين راح يقودوا المسيرة، راكم تشوفوا ما كان حتى قندورة بيضاء، ما كاش، الحمد لله. الناس خرجت من الجامع لا بس عليها، لا اصحاب اللحي، لا اصحاب القناضر، لا اصحاب عليها نحية، لا عليها نموت. ما سمعنا حتى شعار عنصري او شعار حزبي او شعار متطرف. الشيء اللي سمعناه هو لا نريد عهدة خامسة. طبعا كاين بعض الكلمات اللي انا ما نقبلهاش، مثلا يا بوتفليقه المروكي لا عهدة خامسة، كلمة المروكي ما نقبلهاش بصراحة، غير مقبولة، ونتمنى ما يكرروهاش الشباب. لكن كانت شعارات حضارية، كانت شعارات وطنية، كانت شعارات منطقية وقانونية ودستورية، لم تكن لا شعارات حزبية ولا مناضلين الفيس ولا مناضلين الباكس ولا مناضلي أي حزب سياسي. اللي راكم شفتوا كانوا الشعب الجزائري كله يتكلم على صوت واحد، لا للعهدة الخامسة. كلهم كانوا ينادوا لا للعهدة الخامسة، ما كانش اللي طلب يعني شيء غير منطقي. كلهم كانوا يطالبوا بوضع حد للمهزلة التي تعيشها الجزائر، وضع حد للتسيب، وضع حد لانفلات الأمور أو خروج الأمور عن نصابها القانوني والشرعي والدستوري. من العيب والعار أن ترشح السلطة شخص غير موجود أصلا. الآن جماعة العهدة الخامسة لازم لهم يحشموا ويتخباوا، خلاص يروحوا ما يزيدوش يظهروا. ما حدث لحراوبية وعمارتو في خنشلة قبل يومين، أنا نتمنى أنهم الناس تستفاد وما تزيدش تبين وجوهها عيب. وطالب الشباب الجزائري أنهم وين يشوفوا هذو جماعة الشتاء، هذو جماعة عمارتو وحراوبية وسموا هذا يحموا الكرامة، وين تشوفوهم اضربوهم بالطماطيش، اضربوهم بالطماطيش. الآن خلاص نحيتوا هذاك حاجز الخوف، والآن راكم بينتوا أنكم شعب عظيم وشعب متحضر. مصالح الأمن كانت في المستوى، أحيي رجال الأمن، ممكن يعني الحمد لله بادرة خير، وممكن يعني خطوة نحو الأمام. يعني تنصيب المدير الجديد للأمن الوطني الآن الحمد لله جاب نتائج. ممكن هذا المدير الجديد بما أنه إنسان محترم وإنسان محترف، رجل ميدان يعني رجل قطاع الأمن، ممكن أعطى تعليمات لمصالح الأمن خاصة في العاصمة بعدم استعمال القوة وعدم استفزاز المواطنين وعدم التدخل إلا للضرورة. ما حدث في عنابة نفس الشيء، الصور شفناها. مدير الأمن الولائي كان في وسط الشعب وكان يطالبهم بالسلمية، وبالفعل كانوا سلميين، ما كانش حتى كما يقولوا الناس قرعة رموها في الأرض. كانت الدنيا نظيفة، الدنيا نقية، كل شيء حضاري، كل شيء سلمي. إذا
الشرطة قامت بدورها ودخلوا لديارهم، إلا بعض الحالات مثل ما شفتوا الصورة الأولى، هذاك الشرطي اللي تعدى على الصحافي ولازم يتعاقب لأنه صورته واضحة ويعني وكان معروف، لازم له يوضعوا له حد حتى لا تتكرر هذه الأخطاء التي تشوه صورة جهاز الأمن وتشوه صورة الدولة كدولة. لكن باقي الأمور كانت الحمد لله كانت سلمية ومرت على أحسن ما يرام. قلت أنه المسيرات كانت واضحة وصريحة والرسالة وصلت إلى كبار المسؤولين، والآن راهم في اجتماعات مغلقة ماراثونية، يعني راهم في حالة طوارئ قصوى. أنا نأكد لكم أنهم الآن في حالة طوارئ، كل المصالح سواء قيادة الدرك، قيادة الشرطة، قيادة المخابرات، وزارة الدفاع، قيادة الأركان، الحكومة، الوزراء، الأحزاب، قيادة الأحزاب، الآن كلهم راهم في اجتماعات لدراسة الوضع وتحليل هذه الظاهرة الجديدة التي لم تشهدها الجزائر. بعض الولايات نعطيكم مثال، مثلا في جيجل بعض اتصلوا بي قالوا لي يا بن زديرة والله عمرنا ما شفنا مسيرات كما صارت اليوم في جيجل حتى الاستقلال. يعني منذ الاستقلال لم يحدث تنظيم محكم ومسيرة شعبية في جيجل مثلا مثل ما حدث اليوم، وكثير من الولايات أكيد. يعني كان بعض أنا اليوم تفاجأت بصراحة لما شفت يعني في المسيلة وفي الجلفة مسيرات، في عين وسارة، في يعني بصراحة تفاجأت. يعني قلت مستحيل في الجلفة تكون مسيرة، أنا كنت نتخيل بلي مستحيل تكون، لكن خرجوا الناس في الجلفة، خرجوا الناس في المسيلة، خرجوا الناس في تبسة، خرجوا خلاص. من المفروض هذه رسالة قوية للنظام، ما دام الشعب كله خرج ضد العهدة الخامسة إذا انتهى الأمر. الآن السلطة مخيرة ما بين أمرين لا ثالث لهما، إما وضع حد لهذه المهزلة، لهذه السلطة الفاسدة، أو تعريض الدولة الجزائرية للخطر، والخطر سيكون أخطر بكثير مما مرت به الجزائر خلال 20 سنة أو 30 سنة منذ يعني 1992، منذ توقيف المسار الانتخابي في 92. الآن الشياتين هذو راكم تشوفوا فيهم، سواء أنا نحيي بعض وسائل الإعلام وما نلومهمش لأنهم يعني ما لازمش، أنا مثل ما قلت لكم أكثر من مرة يا جماعة باش ما نكونوش مغرورين، باش ما نشوفوش رواحنا احنا رانا مثلا عندنا الشجاعة ورانا أقوياء ورانا عندنا شخصية ورانا عندنا، لا، احنا رانا نتكلموا. أنا نتكلم عن نفسي سعيد بن سدير، راني نتكلم لأنني قاعد في الوسع، لأنني راني قاعد خارج الوطن، ما نخافش أنهم يجوا بعد ساعة والله يجوا يرفدوني ويجوا يفتشوا لي تليفوني ويفتشوا لي جهازي ويبيتوني في السيلون، ما نخافش. لكن صحافي في الجزائر ما نلوموهمش، ما نلوموش الزملاء الصحفيين، هم ساكن راهم تحت الضغط. الصباح يعني المسيرة لما مرت الصباح من 10 وهي تمشي ووسائل الإعلام التلفزيونات ما تكلموش، أنا ما نلومهمش، كانوا خايفين. لكن فيما بعد تلقاوا الضوء الأخضر من طرف رئاسة الجمهورية، وأنا عندي معلومات دقيقة أنهم قالوا لهم لازم تتكلموا خلاص. فيسبوك راهو داير حالة، الناس راهي تتكلم. واحد كلمني قال لي يا بزديرة، قال لي وش هذا؟ قال لي انت وحدك شاد المونوبول، انت والمغاربيه قاعدين تهضروا وتشعلوا في النار، ما لا لازم التلفزيون الجزائري يهضر. قلت لهم الله يسر عليكم، خاصه لما شافونا نقلنا يعني الاحداث مباشره. انا لا اشكك في وطنيه الزملاء في المغاربيه اللي نحييهم بالمناسبه، لا اشكك في وطنيه الشباب اللي كانوا في الميدان، لكن كان على وسائل الاعلام الثقيله، تلفزيون ما نقولش تلفزيون رسمي، يعني التلفزيونات الخاصه، يعني سواء الشروق او النهار او دزاير نيوز او باقي القنوات اللي نقلوا الحدث، يعني كان لابد ان ينقلوا الاحداث مباشره. لكن كان فيه نوع من التغليط، هذا امر غير مقبول. بعض القنوات تقول انه الشعب خرج للمطالبه باصلاحات سياسيه واقتصاديه، هذا غير صحيح. الشعب لم يخرج ليطالب بإصلاحات، الشعب خرج يرفض العهدة الخامسة، يرفض سياسة الأمر الواقع، يرفض السلطة الحالية. إذا ما نغلطوش نفوسنا ونغلطوا الشعب الجزائري ونقولوا أنه يطالب بإصلاحات. يعني كي نقولوا يطالب بإصلاحات معناتها حب يقول باللي معليش أبو تفريقة اقعد، لكن أعطي صلاحيات رئيس الحكومة، أو أعطي صلاحيات الوزير الداخلية، أو أعطي صلاحيات شوية الوالي. لا، هذا أمر غير مقبول، لا، هذا كلام غير مقبول، هذا تغليط.
الشعب الجزائري اليوم خرج ليطالب بإسقاط السلطة وليس النظام. علينا أن نفرق ما بين النظام والسلطة. أنا ضد كلمة إسقاط النظام، لأن إسقاط النظام يعني الدخول في اللانظام، لأن النظام يقابله لا نظام. إذا كان أسقطنا النظام يعني معناتها نعطوا فرصة للنظام، وهذا الشيء مرفوض. الذين يطالبون بإسقاط النظام هؤلاء يريدون إسقاط الدولة، يريدون أن تصبح الجزائر مثل ليبيا، بدون نظام، بدون سلطة، بدون دولة، بدون أي شيء. هذا أرفضه، أنا شخصيا أرفضه، لأنني أفرق ما بين الدولة والنظام والسلطة. أفرق ما بين النظام والسلطة. أنا مع إسقاط السلطة. السلطة بوتفليقة إبعادها عن المشهد السياسي، إسقاطها، لكن الحفاظ على الهيكل الرسمي للدولة وهو النظام. علينا بإصلاح وتطهير النظام من الفاسدين. لازم نعمل قطيعة مع الماضي، لازمنا نعمل قطيعة مع الماضي الفاسد. الجماعة اللي كانوا يتكلموا باسم رئيس الجمهورية، الجماعة اللي كانوا يحكموا باسم بوتفليقة، سواء جماعة مثل ما قلت، سواء يعني الجماعة السياسيين سعيد بوتفليقة ومن معه، أو جماعة المال الفاسد حداد ومن معه. لازم نوضع حد لجماعة رجال الأعمال الفاسدين اللي وصلوا للبرلمان. انتهى الأمر خلاص. هذو رجال الأعمال اللي كانوا يشوكروا في البرلمان ووصلوا بالشكارة وأصبحوا أباطرة في المجلس الشعبي الوطني، يجب أن نضع لهم حد. انتهى. حتى فيهم بعض الأصدقاء اللي عندنا أصدقاء لكن ما نقبلهمش، خلاص انتهى الأمر. رجال الأعمال، هذا رجل الأعمال تاع بسكرة، هذاك واسمه هذاك اللي راهو مش عارف أنا إمبراطور، وهذاك بهاء الدين حبيب كما يقولوا الناس، حبيب قلبي، هذاك حشاشة قلبي، أو جميعي، أو زعيم، أو غيرهم، أو هذو رجال الأعمال اللي راهم في البرلمان لازم يفهموا قدرهم وينسحبوا. كي نقول ينسحبوا ما يزيدوش يدخلوا رواحهم في السياسة، يبقوا نواب يشدوا سبعهم، لأنه المرة القادمة راح يكون الدور عليهم، وسيتم كنسهم، وسيتم وضعهم في مزبلة التاريخ. انتهى عهد الخوف، انتهى عهد التعسف في استعمال السلطة. هذا النواب اللي راهم وصلوا بالشكارة للبرلمان وللمجلس الأمة، لازمهم يحشموا ويخبوا رواحهم ويلتزموا ديورهم قبل ما تعصف بهم الموجة ويلقوا نفوسهم في مزبلة التاريخ. لازم لهم يبتعدوا عن المشهد السياسي، ويخلوا الناس التكنوقراطيين، الناس الأكفاء النزهاء هم اللي يتحكموا في زمام الأمور. أتوقع وأنتظر وأتمنى من القيادة العسكرية أن تستنجد برئيس الحكومة التكنوقراطي الخبير الدولي في الاقتصاد الدكتور بن بيتور. الآن هذا هو وقت الدكتور بن بيتور، هذا هو الوقت اللي لازم نستنجوا بالخبراء، بن بيتور ورحابي وغيرهم من الخبراء ومن الأساتذة ومن الدكاترة، كل في تخصصه، على الدولة الرسمية، الدولة العميقة، على المؤسسة العسكرية أن تستنجد بأبنائها الشرفاء الأحرار، وتطلب منهم أنهم يعني يتدخلوا في أقرب الأجال لإنقاذ، لإصلاح، لتطهير ما يمكن تطهيره. الوضع خطير وخطير جدا. على المؤسسة العسكرية، قادة المؤسسة العسكرية، أن يستنجدوا بهؤلاء الخبراء في حكومة تكنوقراطية. أنا أتمنى من القيادة العسكرية أن تعين بن بيتور كرئيس حكومة انتقالية، كرئيس حكومة تكنوقراطية للمرور بمرحلة انتقالية في قادم الأيام. أتمنى الخير للجزائر، أتمنى الخير لشعبي العظيم الذي أعتز وأفتخر به كقاشراشي، كهيشر، كشعب عظيم، لأنه أنا أعتز وأفتخر بهذا الشعب العظيم الذي كان بالأمس قاشراشي، كان بالأمس هيشر،
واليوم أثبت أنه شعب عظيم. أنا بصراحة أنا فخور جدا بهذا الشعب العظيم. نحبكم يا الشعب، نحبكم يا الشعب. فكرتني في يسموه رئيس لجنة مراقبة الانتخابات بكري في التسعينات في 97 من عنابة، يا ربي نسيته، مجاهد من سمعت 22 والله، عبد السلام نسيت والله يرحمه مسكين توفى. فكروني فيه إذا تفكرتوه، اللي يقول لك نحبكم يا الشعب من عنابة. هو رجل تاريخي. نحبكم كثير يا الشعب، واليوم رفعتوا لنا روسنا، لأنه كنت نحشم نتلاقى مع البعض هنا يقول لك واش حباشي. شكرا حليم حباشي الله يرحمه، ترحموا عليه في هذه المناسبة. نحبكم يا الشعب، وأنا فخور جدا لأنه كنت نحشم أنني نقول جزائري، لأنهم كانوا يذلونا المصريين والتوانسة والمغاربة والسوريين كي نتلاقى معاهم أنا في لندن أو في باريس أو في أي مكان، صحفيين وسياسيين يقول لي واش مازال يحكي فيكم هذاك الميت الحي هذاك. نحشم، ما عندي واش نقول. مازال الشعب تاعكم راضي بالذل والطحين والرخص وساكتين، ما عندي ما نقول، نسكت. لكن اليوم اللي يهضر نضربه بالصباط على الفم، نقول لهم يا طحاحنا روحوا تشوفوا الفيديو، نعطيهم فيديوهات يشوفوا الشعب العظيم اللي رفع لنا روسنا ويعني وشرفنا. لكن الرسالة القوية للقيادة العسكرية وليك يا القايد صالح، لازمك تفهم يا سي القايد صالح أن الشعب هذايا اليوم خرج في إطار سلمي، وكانت مسيرة يعني تاريخية حضارية سلمية، ووجهوا لك رسالة، ونتمنى أنها تكون وصلتك الرسالة. لكن تأكد أنه المسيرات القادمة لن تكون مثل هذه المسيرة، وقد تجر البلاد إلى أمور لا نتمناها أبدا، لا نتمناها أبدا. شكرا أيها الشعب العظيم، استودعكم الله مع هذه الصور التي تعبر عن مدى سلمية وحضارة ورقي الشعب الجزائري العظيم الذي نعتز ونفتخر به. أنا بصراحة والله اليوم سعيد جدا، اليوم فخور جدا، اليوم فرحان جدا بأنني جزائري أنتمي إلى هذا الشعب العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.